خدي تعالي هنا يا ست، انت رايحه فين؟ انت لسه سمعت الفيديو لاخر كلمه فيه وعرفتي الافكار اللي هقولك عليها، الافكار الجهنميه اللي اقسم بالله تستاهل مليون لايك مش 1000 لايك؟ انت لسه سمعت انا هقولك ايه؟ وانت تسمعي اول جمله وتطلعي تجري؟ انت وراكي ايه ياما؟ تنظيفات رمضان ما هنعملها، مستعجله على ايه؟ اقعدي وتأني يا خالة ام محمد انت وهي، اقعدي يا حبيبه قلبي واتك على الصبر واسمعي الفيديو. شوفي ام الزوز هتحكيلك في ايه النهارده. ده اقسم بالله موضوع الفيديو النهارده يستاهل مليون لايك، ويستاهل بصوا مليون مشاهدة كمان، ويستاهل بقى الفيديو يجيب 100,000 مشترك اقل واجب خالص. اسمعي الفيديو للاخر وشوفي خيرات ربنا. بصي اللي هتبدأ كده تهل على دماغك من كل ناحية. عليا النعمة انت هتزق الخير برجليكي، هيدخل غصب عنك جوه ويبقى في حجرك كمان، كل لما تكرشي فيه هيدخل لك تاني. خير ربنا مش هيتقفل. تعالي يا قمر انت وهي، انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه اليومين دول؟ ونفسك انه يتحقق من غير ما تشيلي هم، ومن غير ما تقعدي تندبي وتفكري وخناقات بينك وبين جوزك؟ ايه اللي نفسك فيه؟ طبعا نفسك في خزير رمضان. خزير رمضان زي ايه يا ام زياد؟ زي الخضار، زي مثلا الطماطم، زي اللحوم، زي الفراخ. إيه زي مثلا كام اكله كده نفسي اعملهم في رمضان يا ام زياد، ما عملتهمش بقالي كام شهر ولا كام سنه، ونفسي كده في دخلة رمضان تكون فرحة واعمل لولادي كام اكلة كده حلوين. واحدة تانية تقول لي يا ام زياد دخلة العيد يعني فطرة العيد يعني كحك العيد يعني خزير رمضان يعني لبس العيد، يعني هم ما يتلم يا ام زياد وانا مش ملاحقة، تعبت. طب تعالى اما اقولك على الفكرة اللي تخلي كل ده تعمليه، وبصي والله العظيم من غير تعب ولا مجهود كمان، كل ده بفكرة بسيطة خالص. كل الحاجات اللي انت بتفكرة فيها ديت هتجيلك ومن غير ما تشيلي همها كمان. ايه رأيك بقى؟ يبقى نسمع الفيديو ونتك على الصبر ونشوف ام زيد هتقول ايه ولا لا، ما يمكن الفكرة تعجبك. تمام كده؟ طب ما تصلوا على حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي رسول الله، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. استغفر الله، استغفر الله العظيم واتوب اليك، استغفر الله العظيم واتوب اليك. دايما استغفروا الله واذكروا الله وصلوا على النبي كده حبايب قلبي. ربنا يصلح حالكم يا رب. اتمنى منكم لو انت لسه قديمه معايا في القناه، اتمنى منك لو انت قديمه معايا في القناه على راسي طبعا، تحط اللايك. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. لو انت لسه داخله جديده في القناه تشتركي في القناه وتحط اللايك وتكتبي لي كلمه حلوه تشجعني وتحفزني، لان كلامكم هو اللي بيشجعني والله يا احلى اخوات. طيب بتعملي ايه يا بتشي يا ام الزوز النهارده؟ زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. طيب تعالى اما اشرح لك كده ايه اللي انت شفتيه في اول الفيديو. انت شفتي اول حاجه معايا كيس رز، كيس مكرونه، كيس شعريه، كيس تمر. تمام كده؟ طيب انت مطلعه الحاجات دي ليه يا مزيد بتفرجينا عليها؟ تعالى اما اقول لك بقى الحاجات دي لو موجوده في بيتك اقسم بالله او هتروحي تشتريها انت عندك خير الدنيا كله. وهقول لك هتجيبيه بكام وهتعملي ايه دلوقتي. طيب عندك ازازه فاضيه، ازازه صغننه، ازازه كبيره، حصاله صغننه، حصاله كبيره، اللي عندك. من هنا لغايه رمضان اسقطيلك كل يوم مثلا 5 جنيه. لا والله ما 5 جنيه، ممكن 5 جنيه كل يوم من هنا لغايه رمضان. هتكوني مجمعه لك يا ستي باذن الله حوالي مثلا 150 جنيه ولا حاجه، او مثلا 120 جنيه ولا حاجه ان شاء الله من هنا لغايه رمضان. هتنزلي حضرتك تروحي تجيبي الحاجات اللي انا وريتها لك في الاول. هتجيبي يا اما هما حاجتين اتنين، يا اما كيس شعريه وكيس مكرونه وكيس رز واللهم صل على النبي وكيس تمر، يا اما كيس سكر وكيس عدس وكيس فول تدميس وكيس سكر. تمام كده؟ طيب هنعمل ايه هنعمل بيهم ايه يا ام الزوز يا قمر انت؟ هقول لك نعمل بيهم. صلوا على حضره النبي محمد. دمت اللي هيجلبوا عليك الخير الفتره اللي جايه، دمت اللي هيخلوكي لو كنت ما معاكيش جنيه عشان تجيبي لبس للعيد وخزير رمضان، اقسم بالله الجنيه هيبقى معاكي جنيه و10 كمان. ازاي مش بتاعتك انت؟ دي بتاعت ربنا. اعملي اللي بقولك عليه ومالكيش دعوه بحاجه. سيبي ربنا بقى، ربنا هو ليه حكمه يا ست في كده. انت هتشاركي ربنا؟ استغفر الله العظيم يا رب، ما تشاركيش ربنا. ما تقوليش ازاي ومنين ومش هيحصل، ما فيش الكلام ده. ما فيش جنيه في جيبك. القبض بتاع جوزك مش هيجي الشهر ده،
جوزك قاعد من الشغل في ظروف منيله ب60 نيله، حصل عندك اي ظرف، ما عملتش حسابك يا ستي انك تجيبي الحاجات دي كلها. كل ده هيجي في بيتك وبالكتره، يعني كتير كمان، وهتزقي فيه برجليكي وهيجيلك بالعافيه. هتفضلي تزقي في الخير برجليكي وهيجيلك بالعافيه. ليه؟ لانك انت عملتي شنطه حلوه وطلعتيها للخير، وطلعتيها للخير. لحد كده يستاهل. واحدة تكون ست غلبانة تستاهل، ودخلت عليها وفرحت قلبها بشنطة زي كده. لما شنطة مثلا فيها كيس سكر وكيس رز وكيس شعرية وكيس مكرونة، اهي حاجة وهتقضي بيها يا جماعة، حاجة ان شاء الله يا رب طبخة يوم. شوفي الدعاء بقى بتاعها بقى، شوفي الدعاء اللي هتدعهولك، شوفي الخير اللي هيتجلب عليكي في الفترة اللي جاية دي كلها. اوعي تاخدي الكلام ده باستهزاء، لان انا مجرباه، والكلام ده اصلا مش انا اللي هقولك عليه، وانا مش هفتي في حاجة من عندي، ده الصدقة معروفة. الصدقة معروفة، مش هجيب كلام من عندي. وشوفي بقى الصدقة والخير اللي بيجي من وراها. وعايزة اقولك كلمة مهمة قوي، انت بتطلعي الصدقة عشان انت اللي محتاجة فلوس، عشان انت اللي ظروفك صعبة، عشان انت اللي الحال مايل بيكي، عشان انت اللي ايدك مش طايلة والظروف معاكي منيلة ب60 نيل. مش بطلع صدقة عشان انا مش محتاجة، لا، ده انا بطلع صدقة عشان انا محتاجة. ما تقوليش ده انا معايا، اما يكون معايا فلوس كتير هبقى اطلع، اما يكون معايا وايد طايلة هبقى اطلع، لا، بالعكس، ده انت كل لما يكونش معاكي تطلعي. وانا مش جايلك في مبلغ كبير، ده انا جايلك في 5 جنيه كل يوم، هتحوشي لك بتاع 120 150 جنيه. انزلي جيبي بيهم 3 4 حاجات، كيس سكر على كيس رز على كيس شعريه على كيس مكرونه. او مثلا هاتي كيس، اللهم صل على النبي، كيس فول مدمس، كيس فول مدشوش، كيس مثلا قمر الدين، كيس تمر. يعني ممكن تجيبي مثلا حاجات بتاعت يا مش رمضان، الحاجات اللي هي مش غاليه قوي، كيس تمر على كيس مثلا قمر الدين على كيس عرقسوس مثلا. يعني انا بس بوريكي كده في اول الفيديو حاجات ممكن تجيبيها، والحاجات اللي انا وريتها لك في اول الفيديو دول الشنطتين اللي باذن الله طالعين للخير، طالعين للخير. يا رب دايما نفضل، ربنا يدينا الصحه ونعمل الخير على قد ما نقدر. انا واحده ام زياد، ظروفي بسيطه والدنيا يعني مش معايا احلى حاجه، اللهم لك الحمد. مديونه، مديونه عليا فلوس، الحال بيضيق بيا وساعات ما بلاقيش جنيه في بيتي، والله العظيم بتحصل كتير. مش هقولك ان ام زيد على طول ما شاء الله، لا، شغاله بقى في القناه وجوزها بيديها مصروف. والله العظيم اوقات كتير جوزي بيقعد بال10 ايام وال15 ما بيدينيش مصروف، والبيت بيمشي ببركه ربنا. ما تعرفيش ازاي، ما تعرفيش ازاي بنقعد يوم نجوع، بنقعد من غير اكل، والله بناكل وبنشرب وبنحمد ربنا، ماشيه بتسهيل ربنا. ليه؟ عشان دايما ايدك ودايما نفسيتك باصه للغلبان، دايما باصه للي اقل منك، دايما ايدك بتعطي مش بتاخد بس. لو انت ايدك بتاخد بس مش هتلاقي الخير في بيتك، لكن ايدك بتعطي زي ما بتاخد هتلاقي الخير في بيتك. ازاي؟ ما تعرفيش. طيب بتعملي ايه؟ بتشي ام الزوز هنا. يبقى الصدقه عليها عامل كبير اساسي في حياتنا يا جماعه. والله العظيم انا ممكن اقول لك لو انت جوزك مليونير، مليونير، ممكن برضو الحال يضيق بيكي ما تعرفيش ازاي. لكن لو انت بتطلعي صدقة استحالة الحال يضيق بيكي ابدا، ولو ضاقت عليكي هتفرق تاني يوم ما تعرفيش ازاي. اسألي المجرب، اسألي فعلا المجرب. اتكلمنا على الصدقة كتير قبل كده يا جماعة، واتكلمنا ازاي بتجيب لك الخير وبتجيب لك السعد. انت اليومين دول مضغوطة ومزنوقة وانت اللي محتاجة، فلازم تعملي كده. زي ما بقولك، معاكي 100، معاكي 150، معاكي 50، معاكي ان شاء الله يا رب تجيبي ازازة زيت واحدة وتحطيها في قلب شنطة وتطلعيها لأي حد. اليومين دول في دخلة رمضان فرحي حد غلبان. هاتيلك نص كيلو بانيه، هاتيلك نص كيلو لحمة مفرومة، هاتي يا مش رمضان، هاتي اي حاجة، هاتي 2 كيلو دقيق، 3 كيلو دقيق، هاتي 5 كيلو رز ب120 جنيه ولا حاجة، ولا 130 جنيه، حطهم في شنطة وديهم لأي حد، اي حاجة. تمام كده. طيب بتعملي يا بتشي يا ام زوزي يا قمر هنا النهارده بقى حبايب قلبي، عملت الرز والسمك. السمك بتاعي بحب كده اول لما باجي من السوق افضي حاجه السوق واحط حاجتي في التلاجة واروح منضفه السمك وركناه شويه في قلب الملح والدقيق والليمون، ياكل في نفسه كده وينزل اي زفره فيه. بعد كده بملحه واركنه بتاع نص ساعه،
ما بتركني السمك ما تركنهوش كتير يعني، اركنه بتاع نص ساعه يقوم ياكل من التتبيله بتاعته. والتتبيله بتاعته طبعا ملح وكمون وتوم، وبحط ليمون وقرن فلفل وطماطمايه وشعر الكزبره، بحب احبش كده الدقه بتاعته، واقوم جايه حشياه واسيبه نص ساعه ولا حاجه. اعمل شويه الرز واوطي عليه واسيبه يتلدن، وعلى السمك مثلا نص ساعه كده اكون عملت كام شغلانه ورايا، واروح اقلي السمك ونتغدى بالف هنا وشفا. يعني مش اول لما اخلص ممكن ناكل وممكن ما ناكلش. الجعان طب يلا يا ولاد جعانين، اه يا ماما اروح حاطه الاكل. مش جعانين وعيالي في الدروس ولسه ما جوش، طب بخلص الاكل واسيبه لما يبقى يقولوا جعانين نبقى ناكل. تمام كده. انا اكلت بس انا وعيالي، وحماتي كانت صايمه فهي بقى اكلت لوحدها المغرب يعني. تمام كده. صلوا على النبي يا ولاد اللي وصل لغايه هنا، امان عليكم تصلوا على النبي، ما تنسوش الصلاه على النبي، ما تنسوش تعليقاتكم الكتير في الكومنتات عشان خاطر الفيديو يترفع، والناس كلها يا جماعه تاخد الافكار ديت قبل رمضان عشان نساعد بعض يا جماعه، ونساعد بعض بالافكار ديت. بالله عليكي وصلي الفيديو للناس باللايك بتاعك، الفيديو بتاعك هو اللي يوصل الفيديو للناس عشان الناس كلها تستفيد من الفكره من المعلومه. في ناس ممكن تقول لي يا ام زد انت في الفاتي مالكش حل، هو الناس ما تعرفش الكلام ده؟ والله العظيم في ناس ما تعرف الكلام ده. انا واحده من الناس ما كنتش اعرف ان الصدقه لها عامل اساسي كده، والله ما كنت اعرف. ما عرفتش الا لما دخلت على اليوتيوب، بقيت اسمع الشيوخ، بقيت اسمع الناس المحترمه، بقيت اسمع يا جماعه ممكن تكون ستات كتير مننا ناقصها عقل وناقصها دين. ما هي الستات ناقصها عقل ودين، يعني ممكن تكون ستات كتير، مش معنى ان انت بقى محترمه مثلا ومتدينه ان انت فاهمه في كل حاجه، ممكن يكون ناقصك حاجات كتير. انا واحده من الناس ما كنتش اعرف، وبقوله بعترف والله، والله بقوله بعترف، ما كنتش اعرف ان الصدقه عليها عامل اساسي كده. بالامانه يا ولاد اول الشهر ده بيبقى بصوا بيبقى يوم الخير، يوم الهنا، يوم السعد. جبت التموين يا ولاد جبت التموين. التموين بتاعي عباره عن 3 ازايز زيت و3 اكياس سكر، وكيسين مكرونه وكيس شعريه وباكو شاي صغير كده. طب ليه يا ام زد التموين بتاعك قليل كده؟ بصوا حبايب قلبي، احنا عندنا بطاقتين اتنين، بطاقه حماتي لوحدها وبطاقه انا وجوزي. انا عيالي مش في التموين، ما دخلوش التموين. حماتي بتاخد بالبطاقه بتاعتها كيس سكر وازازه زيت، وانا وجوزي كيسين سكر وازازه زيت. انتوا عارفين ان كل فرد ليه ازازه زيت وكيس سكر. تمام. هو كده كده اصلا عامه التموين تقريبا باربع افراد بس، حتى لو انت 7 او 8 او 6 هو التموين باربع افراد بس. فانا المفروض عيالي يخشوا في التموين او ابني حتى زياد، لا ما دخلوش. ماشي. فهو احنا بس بناخد 3 و3 بس، حلوين بيسدوا برضو معانا الحمد لله يا ولاد. فاللي ما بتاخدش تموين بجد الله يكون في عونها، اللي ما بتاخدش عيش الله يكون في عونها برضو. فحتى انت لو ما بتاخديش تموين ما بتاخديش عيش، حاولي ان انت قللي بقى، قللي. يعني مثلا هاتيلك 3 ازايز اول لما تاخدي المرتب من جوزك مثلا، او لو انت كنت بتقبضي هاتيلك 3 ازايز زيت وهاتيلك 3 اكياس سكر وخليهم في البيت. حاولي بقى تقللي من السكر شويه، حاولي تقللي من الزيوت شويه، اعملي اكلك كله مثلا مشويات. والله ده الصحي، والله العظيم يا جماعه ده الصحي. انا نفسي بجد ان انا اكلي كله يبقى مشويات. عيالي دمت الله يسامحهم، بصوا عايزين بطاطس مقليه، عايزين السمك مقلي، اعمله في الصينيه مش عايزين ياكلوه، اعمله مشوي مش عايزين ياكلوه، هم عايزين الحاجه مقليه. البطاطس ساعات ما بسمعش كلامه مهرس البطاطس، بس البطاطس بقى تيجي محطوطه في قرابيزي واضطر انا اللي اكلها انا وحماتي، وعيالي ما ياكلوهاش ويروحوا ياكلوا حاجه تانية. طب انا ما انا بعمل الحاجه اللي هم ياكلوها. ما هقولك على حاجه، ما انت لو عملت الحاجه اللي هو عيالك بياكلوها انت الكسبانه، عشان ما يرجعوش يدوخوكي. لا يا اما احنا ما كناش الاكل اللي انت عاملاه، هاتي بقى اما نشتري لنا اندومي، هاتي اما نروح مش عارف نجيب ايه من بره. لا فانا بريح دماغي واعمل لهم، بس نفسي اعودهم على الاكل الصحي بجد، لان كل الحاجات دي بتبقى زيوت وحاجات على القلب ودهون وبلاوي زرقاء. فحتى حاولي لما انت تيجي تعملي الاكل ما تكتريش السمنه ما تكتريش الزيت، يعني حاولي ان انت تظبطي الامور كده. فانت لو عيالك مثلا من النوع اللي ما بيحبوش الزيوت والحاجات المقليه قوي، انت الحته دي في ايدك بقى، في ايدك ان انت تقدري توفري في الزيت والسمن بصراحه يعني. فربنا يا رب يصلح حالكم وحالنا يا رب. طبعا بقى طلعت لميت الغسيل زي ما انتم شايفين، وعملت بقى الاكل وحطيت الاكل معاكم، ولميت الغسيل ونزلت طبقت الهدوم. وهو بقى ده اليوم بتاع النهارده يا جماعه، وحبيت ان انا اقول لك على فكره الفيديو النهارده. بس العامل عليك انت، انا وصلت لك الفكره وانت في ايدك توصليها للناس كلها. اوعي تبخلي ان انت تحط اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس يا جماعه، والناس كلها التعبانه، الناس الغلبانه، الناس اللي ظروفها صعبه اليومين دول يا جماعه كلها
تحاول يا عيني انها تعمل اي حاجه كده اهو، عشان ربنا يكرمهم كده اليومين الجايين ويجيبوا لبس عيالهم ويجيبوا الحاجات اللي الناس كلها بتبقى شايله هم اليومين دول. هنا بقى البوتاجاز بتاعنا كنت غسلاه غسله عميقه ونضيفه زي الفل. وعايزه اقول لكم من ساعه ما لزقت الورق ده بقى نفسيتي مرتاحه كده. كنت الاول لما باجي اصور كانت المنظر الطوب بيبقى باين كده والسيراميك مكسور، فكان بيبقى شكله يسد النفس بصراحه. بس الفرش ده حسيت ان هو ايه، بس كان نفسي يبقى ابيض. انتوا عارفين بقى لو الفرش ده كان ابيض كان نفسيتي تبقى مرتاحه قوي. بس للاسف ما لقيتش فرشه ابيض. اما انزل طنطا في اي وقت بقى، في واحده ربنا يصلح حالها يا رب قالت لي، كنت انا بسال في الفيديو اللي فات يا جماعه لو حد عارف مين بيبيع اللزق ده في طنطا، واحده ردت عليها في التعليقات قالت لي عند الشاطر يا ام زياد، الشاطر في طنطا، واحد محل اسمه الشاطر. فاما انزل اجيب لي عيال ان شاء الله بقيت حاجه العيد، انا جايبه لهم جزء يعني من لبس العيد، ولسه هجيب ايه بقيه اللبس ان شاء الله، هبقى اوريكم كده في فيديو باذن الله. فعايزه ابقى ادور على محل الشاطر دوت واجيب منه لزق ابيض بقى، ابقى الزقه كده هناك عند المطبخ كده عند الرخامه كده برضو يفتح الاضاءه شويه. اللون الابيض بيوسع المكان وبيفتح الاضاءه. لمعت البوتاجاز وخلصت اللي ورايا كده، روتين مسائي كده زي العسل. اشوفكم على خير، مع السلامه.